قصدك من سوريا؟ يعني مين راس الكبير هو؟ يا اخي شباب، انا شخص لا انا من جماعه الدراما ولا من جماعه المشاكل، بس هذا الشخص اللي اسمه رايدن استفزني بشغله. انت مين؟ بس ثواني. انت تحمد ربك يا زعيم، انت تحمد ربك شاركت بهاي البطوله. ليش حبيبي؟ لا انا قلت له لا ابغى الزعيم عادي، مو مشكله حبيبي. طيب ليش شو المشكلة؟ شو المشكلة؟ قول عندك، لا تقول عندك، لا تقول عندك. انت مين اقدم عليك؟ انا وقت كنت مشهور انت ما كنت موجود اصلا. وينك انت صايرين تسوي دراما معاي؟ انا صايرين نسوي دراما معي مشان ترككم سامر صار يجي دور مشاكل. اسمع يا ابو غازي، انا هذول الارانب ما ادخل معهم ولا يشرفني ادخل معهم سكتروا لبرا، سكتروا ارانب اقدم لعندك، سكتر. اذا وصلت الدراما لراس الكبير الله يكون بعوني وبس، يا رب ما توصل. الهي قصدك من سوريا؟ يعني مين راس الكبير هو؟ انا بكل بساطه يا ولد، بكل بساطه شفته منزل علي فيديو تمام وعم يحكي كلام عاطل. انا رحت قلت له ابو غازي اذا هدول متواجدين بالبطوله انا ما بدي العب وبس، اقسم بالله. قلت له اذا متواجدين بالبطوله اما العب. قال لي ليه؟ فرجيت الفيديو قلت له طلع تفضل هذا الفيديو. حلوه انه نحن بنلعب للتسلاي بين الستريمر يجيبوا سيرتي بالعاطل. قال اكيد لا. قلت له ما تطلعهم. قال اوكي وفلتت. وين ما اروح يلحقوني، حتى جوا البس عم يدعموني دونيشن ويغلطوا، حتى جوا البس. خلاص يا اخي والله العظيم السوريين ما إن نحن السوريين بعبصين، اقسم بالله السوريين بعبصين. مع احترامي لسوريا اخوكم من درعا، انا تعرفوا ايش خوفتي؟ انه توصل للراس الكبير. اذا وصلت للراس الكبير اقسم بالله لتصير دراما للصبح. اذا وصلت الدراما للراس الكبير الله يكون بعوني وبس، يا رب ما توصل. الهي وانت جاهي ومولاي، ان شاء الله ما توصل للراس الكبير، لاني اذا وصلت له اهداك يا لطيف بده يقوم علي الدنيا. قصدك من سوريا؟ يعني مين راس الكبير هو؟ لا يا هداك عنده خبرة سنين. هلا تلاقوا سامر تلاقوه ماسك دفتر وقلم وعم يكتب السيناريو. صايره معه مشكله هو وزعيمه بدري مين. اجى اليوم نزل فيديو عم يحكي على ابن سوريا انه اذا طلع راس الكبير بتصير مشاكل اكثر واكثر. يا حبيبي رايدن من بعد اذنك اذا بدك مشاهدات بس استخدم اسم ابن سوريا بتجيب. تمام حبيبي؟